مساء الخير يا جماعة. النهاردة هحكي لكم عن واحد من أكتر المسلسلات اللي كسرت التوقعات، سويت بي. مسلسل بيبدأ بشكل هادي جدا، لدرجة تفتكري إنك بتتفرجي على حياة بنت عادية بسيطة محدش واخد باله منها، وبتشتغل شغلانة مملة في جورنال محلي. لكن كل ده مجرد الواجهة. بطلة المسلسل ريانون، بنت محدش بيشوفها بجد، المجتمع دايما حاططها في الخلفية. من المدرسة لحد الشغل، تنمر، تجاهل، إحراج، وكل ده بيكبر جواها زي كرة نار مستنية تنفجر. وفجأة الحياة تضربها ضربة ورا ضربة، خسارة كبيرة تهدها، عودة ناس من ماضيها كانت سبب في وجعها، وضغط يومي يخليها تحس إنها هتختفي فعلا لو ما وقفتش. وهنا يبدأ التحول. ريانون بتوصل للحد اللي مفيش بعده، الحد اللي بيخلي الإنسان يغير صورته للأبد، من بنت هادية مطحونة محدش بيسمع لها إلى شخصية تانية تماماً. بتبدأ تشوف قوتها بطريقة مختلفة، وتشوف إن الحياة ما بتديش حد حقه، وإن الحق ساعات لازم يتاخد بإيدها هي. المسلسل بياخدنا جوه عقلها، جوه الغضب القديم اللي كان مكبوت من سنين، وبيورينا إزاي الظلم ممكن يخلق شخص جديد مظلم بس عنده دوافع واضحة. وبين كل ده في لحظات كوميديا سودة غريبة تخليكي مش عارفة تضحكي ولا تستغربي، وفي علاقات معقدة جدا بين الماضي والحاضر، بين ناس كانت بتكسرها زمان وناس بتستغلها دلوقتي، وناس مش فاهمة إنها ماشية على بركان. سويت بي مسلسل نفسي أكتر من إنه جريمة، مسلسل عن بنت اتدفعت لحافة الهوية، ولما وقعت اكتشفت إن الاتزان عمره ما كان جزء من حياتها أصلا. وبصراحة أنا بقيم المسلسل 8/10. قصة مختلفة، إيقاع سريع، أداء تمثيلي قوي، وتحول شخصية، من أكتر الحاجات اللي اتعملت بشكل عبقري. ولو بتحبي الأعمال اللي بتفكك الشخصية من جوه وتشوف ليه قبل ما تشوف إيه اللي حصل، سويت بي لازم يكون على قائمتك. تابعوه واستعدوا تصادفوا واحدة من أعقد الشخصيات اللي هتشوفوها الفترة دي. ومتنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد.